صحابي نال شرفا لم يأخذه غيره من الصحابة. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، لم يتبقى في مكة إلا عدد قليل من المسلمين الذين لم يهاجروا بسبب مرضهم أو كبر سنهم. وكان من بين هؤلاء الصحابة الذين حبسهم المرض وكبر السن الصحابي الجليل ضمر بن جندب رضي الله عنه، والذي لم يستطع أن يتحمل مشقة السفر وحرارة الصحراء، فظل في مكة مرغما، لكنه لم يتحمل البقاء وسط المشركين، فقرر أن يتحامل على نفسه ويتجاهل مرضه وكبر سنه، وأن يخرج للذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرج هذا الصحابي وتوجه إلى المدينة، وأثناء سيره أحس بتعب واشتد عليه مرضه، وأدرك أنه الموت وأنه لن يستطيع الوصول، فوقف رضي الله عنه وضرب كفا على كف وقال وهو يضرب الكف الأول: اللهم هذه بيعتي لك. ثم قال وهو يضرب الكف الثانية: وهذه بيعتي لنبيك. ثم سقط ميتا رضي الله عنه، فنزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث للصحابي ضمرة، وينزل الله تعالى آياته المباركة: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. فتجمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخبرهم بشأن ضمرة، وقال حديثه الشهير الذي يعد هو الحديث الأول في صحيح البخاري والأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحاز ضمر بن جندب رضي الله عنه شرفا لم يحزه غيره، بأن نزل فيه القرآن وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، رغم كونه لم يصل إلى المدينة. الطريق إلى الله طويل، والعمل معه عز وجل لا يشترط فيه أن تصل إلى الهدف، ولكن يكفيك أن تموت وأنت تعمل وتسير في الطريق. رضي الله عن ضمر بن جندب وعن صحابة رسوله الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.